السلام عليكم عشاق ومحبي شباب بلوزداد أينما كنتم في الجزائر وخارجها، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. رسميا تم تأهيل فريد الملالي، وإليكم تفاصيل وأحداث ومجريات هذا الخبر. شباب بلوزداد يؤهل فريد الملالي رسميا بعقد طويل الأمد. أعلن نادي شباب بلوزداد رسميا عن تأهيل لاعبه الجديد فريد الملالي للعب مع الفريق الأول بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بصفقة انتقاله. تفاصيل العقد: الملالي وقع عقدا طويل الأمد يمتد لمدة 5 سنوات ليصبح أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق، في خطوة تعكس ثقة الإدارة الكبيرة في قدرته وخبرته. رقم القميص: سيحمل الملالي الرقم 28 خلال مشاركته مع شباب بلوزداد في الموسم الحالي، الرقم الذي ارتبط بتوقعات كبيرة من الجماهير في ظل الخبرة التي يجلبها اللاعب إلى التشكيلة. بالنسبة إلى الرهان الرياضي، إدارة نادي شباب بلوزداد تضع رهانا كبيرا على صفقة الملالي، كونها واحدة من أقوى صفقات الموسم في الميركاتو الصيفي في الجزائر. برأيكم أنتم، هل صفقة فريد الملالي سوف يكون لها تأثير نوعي كبير على فريق شباب بلوزداد، أم أن هذه الصفقة سوف تكون في مهب الريح وسوف يتم فسخ العقد قريبا؟ إليكم التعليقات.